اركب الشباك بتاعي جرار ولا اركبه مفصلي؟ من اهم الاسئله اللي بنتسالها ازاي اختار نظام الفتح للشباك بتاعي. هل اركبه جرار ولا اركبه مفصلي؟ اول سؤال لازم تساله لنفسك هي مساحه الغرفه اللي هيركب فيها الشباك. هل هي غرفه كبيره مساحتها كافيه ولا غرفه صغيره؟ ليه؟ لان الانظمه المفصليه بطبيعه الحال بتاخد مساحه اثناء فتحها، فكل المكان اللي بيفتح فيه النظام المفصلي لا تقدر تفرش تحته ولا جنبه. اما النظام الجرار لا يؤثر على المساحة مطلقا. طيب امتى اكون محتاج اركب نظام مفصلي؟ لو الغرفة بتاعتي مساحتها كافية وانا محتاج تهوية 100%، يعني مساحة الفتحة ضيقة وانا محتاج ادخل اكبر قدر ممكن من التهوية، وهنا يجي دور النظام المفصلي. النظام المفصلي هيفتح لك 100% من الفتحة المعمارية، على عكس النظام الجرار اللي بيفتح فقط 50% من الفتحة المعمارية، لكن قصاد كده بيوفر المساحة. ومن الأنظمة اللي بتدي تهوية ممتازة جدا 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 وهادية وخصوصا في فصل الشتاء النظام المفصلي قلاب، نظام عملي وجميل زي ده. وده نظام أبواب أو شبابيك بيفتح بحركتين، حركة يخلي الشباك قلاب ويدخل تهوية بسيطة جدا، وحركة تانية عشان تفتح 100% من الفتحة، وبيتعمل منه أبواب وشبابيك.